سامعين صوت القرمشة؟ هي دي الزلابية المظبوطة، لازم تبقى معانا مقرمشة كده. عاجبني قوي صوت القرمشة ده، مقرمشة من بره وطرية وهشة جدا من جوه. شايفين من جوه هشة وطرية. هنعملها مع بعض النهاردة وتعالوا نشوف مقاديرها ازاي وطريقتها. اول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس قوي، وهضيف عليهم نص معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقتين كبار من النشا، وده هو سر القرمشة في الزلابية معانا النهاردة. ورشة من الملح بسيطة خالص، وهقلب كل ده كويس قوي مع بعض. وهنضيف عليهم المية. هضيف اول كوباية من المية، وهقول لكم بالظبط كوبايتين الدقيق هياخدوا قد ايه مية. ضفت كده اول كوباية، وهقلب العجينة. وتاني كوباية هضيفها بالتدريج، هشوف العجينة هتحتاج معايا قد ايه مية بالظبط. ضفت كمان نص كوباية من المية واقلب. والزلابية لازم تتعجن بالايد. خلاص كده هعجنها بالايد واشوفها هتحتاج مية كمان ولا لا. كده العجينة بقت مظبوطة. الكوبايتين الدقيق خدوا معايا كوباية ونص من المية بالظبط. هعجن فيها كويس قوي، ولازم اعجنها بالطريقة دي كده، ادخل فيها هوا زي ما انتوا شايفين كده. هعجن فيها تقريبا 5 دقايق بالشكل ده كده. كده خلاص العجينة اتعجنت معايا، وحسيت ان هي بقت بتمط كده، يبقى كده خلاص العجينة مظبوطة معايا. بعد ما عجنتها اسيبها تخمر. في الصيف بتاخد تقريبا تلت ساعة، وفي الشتاء ممكن تاخد تقريبا معانا ساعة. هغطيها واسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. وهنا خلاص الخميرة العجينة خلاص خمرت معايا كويس قوي. هبتدي كده اطلع منها بقى كل الهواء بالمعلقة كده. هطلع كل الهواء والفقاعات كده اللي في العجينة. ومعايا هنا كيس تلاجة عادي خالص، كيس من بتاع السندوتشات. هدهنه كده من جوه دهنة بسيطة من الزيت عشان يكون سهل معايا تشكيل الزلابية. دهنته كويس قوي كده بالزيت، وهحط العجينة جواه وافرغ اي هوا من الكيس. مش عايزة اي هوا جوه الكيس. وهبتدي اربطه. وكده العجينة بقت جاهزة معايا عشان اشكلها. هفتح فتحة بسيطة قوي من الكيس كده بالمقص على قد القطعة اللي انا عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة. هفتح الفتحة كده بالمقص، وهبتدي بقى اشكلها. عندي زيت مش سخن قوي ولا بارد قوي، لو بارد قوي هيخليها تشرب زيت، ولو سخن قوي هتحمر معايا من بره ومن جوه هتبقى نية. هبتدي المقص كده هحطه في الزيت، وهبتدي اقطع قطع كده صغيرة زي ما انتوا شايفين. ما تقلقيش، اول شكلين 3 كده مش هيظبطوا، بس بعد كده خلاص هتظبط معاكي. احط المقص كده في الزيت، وهبتدي اقطع القطع اللي انا عايزاها او المقاس اللي انا عايزاه. هعمل كل العجينة بالشكل ده كده. وهحاول على قد ما اقدر تكون القطع معايا متساوية. خلاص كده شكلت كل العجينة. هبتدي احمرها كده على نار وسط، وهبتدي اقلب فيها. مش هقلب فيها غير لما العجينة احس ان هي خلاص اتحمرت. هطلعها كده اول مرحلة باللون ده، لما تاخد لون ذهبي بسيط خالص. انا مش عايزاها تتحمر في الاول، انا عايزاها تاخد لون ذهبي بسيط. اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هبتدي اطلعها من الزيت كده. اول مرحلة حمرتها في الزيت اخدت معايا اللون الذهبي ده. هي كده لسه هتاخد معانا تحميرة تانية. انا طفيت على الزيت لحد ما هدي شوية. هولع على الزيت تاني، وهبتدي انزل بكمية الزلابية كلها تاني كده في الزيت.
وهبتدي اقلب فيها كويس قوي عشان تاخد اللون الذهبي من كل الجوانب، ما تحمرش من جنب وجنب لا. هبتدي افضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد معايا لون القمر ده. شايفين بقى لونها تحفه ازاي كده؟ خلاص دخلت معايا اللون الذهبي المظبوط. هديلها كمان كده سنه من اللون وهبتدي اطلعها. خلاص كده الزلابيه اتحمرت معانا وبقى لونها تحفه. شايفين قمر ازاي؟ خلصت كده كل كميه الزلابيه خلاص. شايفين لونها تحفه. وكده الزلابيه بقت جاهزه معانا واستوت كويس قوي. طبعا لسه سخنه قوي مش عارفه امسكها. هسمعكم هنا صوت القرمشه بتاعتها خطيره. لازم الزلابيه تكون مقرمشه معاكم كده، وفي نفس الوقت تكون طريه من جوه وهشه ومفرغه من جوه كده. النتيجه تبقى معاكي مظبوطه غير الطعم التحفه. وكده الزلابيه بقت جاهزه معانا. نحط عليها اي صوص، ممكن نحط عليها شربات تقيل. انا بحب احط عليها سكر بودره. ممكن نحطها في الشربات ونطلعها، يكون الشربات بارد وهي سخنه نطلعها نحطها في الشربات، او نحط عليها صوص شوكولاته او صوص كراميل زي ما انتوا عايزين. انا هنا اكتفيت ان انا رشيت عليها سكر بودره بس. شايفين القرمشه بتاعتها ومن جوه خطيره. جربوها هتعجبكم.